السلام عليكم يا رفاق. قبل ما نبدأ هوصيكم وصية كده ان انتوا تعصروا على نفسكم ليمونة وتكملوا لسه مادتين ومادتين مهمين. الجيولوجيا درجاتها زي درجات الفيزياء والكيمياء بالظبط. عارفة والله ان انتوا لسه بتموف اون من الكيمياء والفيزياء وكل الكلام ده، بس لازم افكركم ان درجات الجيولوجيا هي درجات الكيمياء والفيزياء 60 و60 و60. انا مقدرة جدا والله ان الطاقة بتنهار وكلنا مرينا باللي انتوا مريتوا بيه قبل كده، ولكن الشاطر اللي بيكمل للاخر، فما تعترفش ابدا بان الطاقة بتنهار ولا اي حاجة، وكمل زي ما انت وانت في طريقك يا عم لحد ما السنه دي تخلص لاخر يوم. الجيولوجيا عندنا فيها يومين ونص، والجيولوجيا ما تحفظهاش عن ظهر قلب، وانا قلت ما تحفظهاش عن ظهر قلب، احفظها ولكن مش صم. ظهر قلب دي يعني صم. احفظ الجيولوجيا عشان تكون مربط الاحداث ببعض والمعلومات والحاجات، وعارف الابواب ايه بيودي لفين، وتعرف اماكن كل حاجه في المفاهيم، وتكون خفيف كده وسريع. فلازم تكون حافظها ولكن مش عن ظهر قلب، مش صم، لان بجد مفاهيم الجيولوجيا حلوه جدا جدا. وانا نزلتها قبل كده على التليجرام، وهعمل لكم فورورد للمفاهيم، هسيب اللينك في اول كومنت علشان محدش يدخل يسالني على الانستجرام ويكتب في الكومنت فين مفاهيم الجيولوجيا. حاطه اللينك في اول كومنت، يعني في اول في وشك كده على طول هتلاقي اللينك، يعني خش عليه بس، يعني مفيش ابسط من كده. عندنا يومين ونص، وارجوكم ما تضيعوش فيهم اي حاجه. عاوزين ان شاء الله يا اما نقفل في الجيولوجيا او نجيب فيها درجه عاليه جدا وما نقصش فيها كتير. وما جبت سيره الانجليش ولا ادائك عامل في ايه، ولا قلت في اي حاجه وارمي ورا ظهرك، وانا ما جبت سيره حاجه، انا ما جبت سيره انجليش خالص. تمام؟ مش هتستفيدوا اي حاجه، وهتقعدوا تبعتوا لي على الانستجرام وانا غلطت وانا زعلان وانا مش عارفه ايه، وانا بجد مش عارفه بتتعبوا نفسكم ليه. انا قلت كتير اللي امتحنته خلاص ارميه ورا ظهرك عشان عاوزين نكمل، وما يصعبش عليك بقى نفسك والدنيا والاحوال. صدقوني يا جماعه بجد يوم النتيجه بتلاقي حاجات كتير قوي بتتغير. انت يعني بجد يوم النتيجه ده بيبقى يوم كده اللي هو غريب قوي، بجد يوم غريب. حسابات بتتشقلب حرفيا. في الجيولوجيا في 5 ابواب، وفي بابين البيئه، والبيئه اصلا حاجه سهله كده وبسيطه. انا دايما في اي فيديو بقول لكم ان انا مش بشجع الفيديوز قوي، بقول لك اللي فاهمه عديه، بس في الجيولوجيا بالذات هشجع فيها الفيديوز جدا. فيديوز في الجيولوجيا بجد هتفيدك قوي، وهتحس انها بتسهل لك الدنيا كده وانت بتذاكر، وتحاول تسترجع المعلومات بسرعه. ولو بتنزل درس مثلا عند المستر بتاعك مفيش مشكله انزل، وبرده عشان في البيت ممكن تكسل. ولو انت بتسمع فيديوز اصلا من اول السنه، فبجد الفيديوز بتبقى فارقه معاك جدا، وبجد حلوه قوي. انا شايفه ان فيديوز الجيولوجيا من اكتر الحاجات اللي كانت فادتني، ان هي فعلا بتسهل لك الموضوع وبتبسط لك بقى، وتحاول ان انت ايه، بتستلقي كل المعلومات، فبتحاول انك تعمل ريفرش كده للذاكره بتاعتك. النص يوم اللي بعد الانجليش يوم الخميس 7 6، اليوم ده ان شاء الله تسمع وتذاكر وتحل الثلاثه، الباب الاول والباب الثاني. الباب الاول والثاني تسمع الفيديو بتاعه وتذاكر وتحل عليه، ولو بقى معاك وقت وكنت تذاكرهم قبل كده مثلا وفاكرهم كويس، تذاكر الباب الثالث معاه. يعني اليوم ده ان شاء الله، نص يوم ده الباب الاول والثاني بقى معاك وقت، ويفضل جدا انك تخلص بدري عشان نلحق نحل كويس، تاخد معاه الباب الثالث. الحل بقى لو انت كنت خلصت كتاب الامتحان، كتاب الوافي تاني افضل حاجه بعد كتاب الامتحان. يوم الجمعه ان شاء الله 7 7 نفس الموضوع، الباب الرابع والخامس، ولو ما كنتش جيت الباب الثالث جيبه معاهم. يوم السبت ان شاء الله 8 7، المفروض ان اليوم ده يكون قبل يوم الامتحان. يوم الامتحان ان شاء الله هيكون يوم الاحد، بفضل جدا انك تكون سايبه فاضي. فعلوم البيئه لو تعرف انك تذاكرها في يوم الجمعه يبقى كويس جدا، تكون خلصت منها. لو ما عرفتش تذاكر علوم البيئه يوم الجمعه، خلاص مفيش مشكله، حطها في يوم السبت، لان الجيولوجيا ما فيهاش خوف كبير قوي من انك تحل شامل فيها كتير، لان طبعا زي ما قلت المفاهيم بتاعتها حلوه، وكمان ما بيكونش فيها فكر عالي قوي يعني زي المواد الثانيه اللي بتحتاج انك تحل فيها كتير جدا. وكمان هتلاقي في فيديوز حل نازله لو انت مخلص مثلا الكتب اللي معاك وعايز تستعين برده بالفيديوز، او حتى لو مش مخلص الكتب وعايز تشوف الفيديو تشوف الافكار الموجوده فيها. لو حسيت ان الاسئله اللي هتنزل في الفيديوز فيها افكار كويسه وانك عايز تتابع معاها، مفيش مشكله تابع معاها زي ما تحب. يوم السبت ان شاء الله طبعا هتحل امتحان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لو انت ما كنتش حلتهم، وهتلاقي في فرق شاسع بين دفعه 2021 و2022. امتحان الجيولوجيا بتاع 2021 امتحان تافه جدا، امتحان بجد اللي هو يعني اصلا كان معاهم الكتاب كامل، وبرده المفاهيم اصلا فيها كتاب كامل. او بجد امتحان قمه في التفاهه، سهل قوي قوي. لكن امتحان 2022 اللي هو امتحاننا كان فيه افكار وافكار كتيره، وامتحان الجيولوجيا فعلا كان فيه افكار اللي هو محتاج واحد يعني بيعرف يفكر كويس. بس اصلا يعني وقت الجيولوجيا بيكون كبير، وقت الجيولوجيا 3 ساعات، فاللي هو وقت الجيولوجيا بيكون كبير وفي وقت انك تفكر وكل حاجه. وما تزعلوش يا جماعه، ما تحاولوش تزعلوا من اي امتحانات فاتت. انا عارفه والله ان الايام بتبقى صعبه قوي، والايام الاخيره دي فعلا بيبقى الواحد طاقته مفيش طاقه اصلا، مش طاقته مفيش طاقه اساسا، والايام فعلا بتبقى صعبه جدا. وكمان تلاقي بقى الناس اللي بتغش والناس اللي بتعمل وحوارات كده كتيره طالعه معاك وطالعه قدامك. حاول بقدر الامكان انك تتمالك قواك، وانك تستجمع المتبقي كده من القوى اللي مش موجوده ديت، انك تكمل بيهم اخر مادتين، وتحاول انك تستحمل وتكون صبور. لان اي حد بيوصل لاي حاجه لازم يتعب ويتعب قوي علشانها. كل ما سمت الحلم بتاعك، كل ما علا الحلم بتاعك، وكل ما علا طموحك، لازم يعلى معاه سعيك واجتهادك بمراحل كتير، لحد ما تيجي تبص اصلا بعد ما توصل كده اللي هو انا تعبت قوي فانا استاهل. انا عارفه انك تعبتوا، انا عارفه والله، ويعني انا مقدره جدا، وكنت في الكليه في اخر برضه الايام كنت يعني مفيش طاقه. بس ان شاء الله هتعدي، ان شاء الله بجد هتعدي. باي باي.